السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يعني يا رب تكونوا بخير دايما كده وصحة وسلامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيديو النهاردة بقى مميز جدا، حاجة كده ما شاء الله، سويسرول أو الجاتوه بتاعنا بأسهل طريقة، مكونات من ما فيش. تابع الفيديو الأخير، ما ننساش نحط اللايك بتاعنا ونسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. بولة فاضية ما فيهاش أي حاجة ولا مبلولة، منشفينها كويس جدا. بيضتين اتنين، حطيت نص كوباية سكر، بيضتين، معلقة من محسن الجل. ومحسن الجل ده بيجي من عند مستلزمات الحلواني أو العطار، ويكون لونه شفاف. لو لونه ادى للأبيض يبقى خسران، ما هوش كويس. نزلت عليهم بمعلقتين اتنين من النشا. طبعا هنحط كله مع بعضه ليه؟ عشان احنا حاطين محسن جل. معلقتين اتنين من النشا، كوباية الا ربع من الدقيق. وندخل الحاجات دي، بس بقى اوصيك ان انتي تعملي النشا بتاعك والدقيق والكاكاو، المواد الجافة، تنخليها قد مرتين تلاتة. تمام كده، تمام. معلقة بقى صغيرة كده من البيكنج باودر مليانة، ومعلقة كبيرة من الكاكاو، معلقتين اتنين من النشا، كوباية الا ربع من الدقيق. ان شاء الله هكتب لك في صندوق الوصف الكوباية، المقادير بالجرام وبالكوباية. الكوباية دي زيها زي نفس الكوباية المج العادي ابو ودن ده اللي احنا بنشرب فيه الشاي. الكوباية دي هي نفس الكوباية دي، ساعتها 200 جرام. حطيت نص كوباية زائد معلقة مية ساقعة، يعني المية مطلعاه من التلاجة ساقعة، ومعلقة زيت يا نجلاء. الزيت ده هيطريلك السورسرول شوية. وانت لو مش حابة تحطي معلقة الزيت دي ممكن ما تحطهاش، انا عملته كتير من غير ما اضيف له معلقة الزيت، بس انا قلت اجرب. هنبقى ناخد المكونات دي كلها مع بعضها كده ونبتدي بقى نضربها. بس انت بقى إيه انا ضربت على طول فطلعت شوية هبو كده او عفرة من الدقيق، فانت ممكن تقلبيها الاول بالمعلقة وبعد كده تضربي الخليط ده كله في بعضه. تمام تمام. احنا ممكن نضرب الخليط ده كله في بعضه قبل ما نحط المية. المية هي اللي بتزود النشاط بتاع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، محسن الجل. تمام كده. انا بقى حطيت كله على بعضه وضربته زي ما حضراتكم شايفين كده، والنتيجه طالعه كويسه برضو، مش اي حاجه. يعني بصي، دي مكونات سهله وبسيطه. محسن الجل هتقدري تجيبيه ب5 جنيه من عند العطار، تقول له عايزه ب5 جنيه محسن جل. هتاخدي المعلقه بتاعتك وتلفي الكيس وتعينيه في الفريزر، ما بيتعنش بره الفريزر يا جماعه، وتشتغلي بيه من الفريزر عادي. هنفضل نضرب بقى بالمضرب الكهرباء، ما ينفعش مضرب يدوي في المرحلة دي. بالمضرب الكهرباء لغاية ما يديكي فوم، وكل ما ده يفتح معاكي الخليط، كل ما يفتح معاكي وكل ما يعلى تبقى انت كده شغالة صح، بس في اتجاه واحد. هو تكوني شغالة اتجاه يمين وتروحي اتجاه شمال، تبصي تلاقي كل الهواء اللي انت دخلتيه جوه الكيك خرج كله معاكي. تاخد ضرب معايا قد ايه؟ لو المضرب بتاعي يعني زي بتاعي كده بعافية شوية او قديم شوية، هتقعدي تضربي لك بتاع ربع ساعة. انما مثلا لو ما شاء الله العجانة كويسة او مضرب جديد، هتبتدي تضربي فيه من 7 8 دقايق 10 دقايق كده بالكتير. بجيب بقى الاسباتيولا بتاعتي وبحاول اقلب بالراحة كده، ما تطلعيش الهواء. اشوف اي دقيق تحت ملزوق في الارضية بتاعت البولة او اي حاجة. تمام كده، خلاص مفيش اي حاجة. الخطوة اللي بعدها بقى، تعالوا بقى نروح نجيب الصاج بتاعنا اللي هنشتغل فيه. ده صاج 30 في 40، صاج عادي خالص من السجون اللي كانت بتتباع عادي كده في السوق او عند مستلزمات الحلواني. كنت شارية الصاج ده تقريبا كان ب25 جنيه، وتقيل، محمل تقيل. معرفش دلوقتي الاسعار، اللهم المستعان، الواحد بقى بكام. جبت بقى كده ورقتين كراسة من النص، كراريس اللي هي الكشاكيل بتاعة الولاد كده، كان ورق الزبدة خلصان. وحطيت حاجة بسيطة كده من الخليط بتاع الكيك، خدته من على المضرب كده، على السلاح بتاع المضرب، وابتديت ان انا اثبت بيه. طيب انا لو عايزة ادهنها زيت ادهنها زبدة، ممكن تدهني زيت خفيف. انما احنا مش عايزين بقى الصاج بتاعنا ينحرق معانا في الفرن وكده، لان السورل ده ما بياخدش تسويه في الفرن خالص. المهم ان انا خدت بقى كده زي ما تقولي، خدت منه عملته زي لزق، وسويت الصاج. حطيت الورق زي ما حضراتكم شايفين كده، ده ورق كراسات ابيض عادي خالص، مش هيقول لا يعني. يعني انا جيت مثلا اشتغل وادور على ورق الزبده، الصراحه نسيت خالص ان ما كانش فيه، وجيت ادور ما لقيتش. نزلت الخليط بقى، شايفه الخليط هش وعامل ازاي من الضرب ومن محسن الجل، ما شاء الله حلو جدا. مننساش كمان رشه الملح بتاعتنا بتاعت كل الحلويات. يبقى نقول المقادير تاني واحنا شغالين، هنفرده في الصاج بقى ونحاول ان احنا نطلع الهواء منه. نقول المقادير واحنا شغالين تاني. نقول 2 بيضة، نص كوباية سكر، نص كوباية مية ساقعة، كوباية الا ربع دقيق،
معلقتين 2 كبار من النشا، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من محسن الجل، معلقة كبيرة حلوة كده مليانة من محسن الجل، بس كده، ورشة الملح وظرفين 2 فانيليا ومعلقة من الخل، ما تنسوش معلقة من الخل كبيرة، وضربته كله زي ما حضراتكم شايفين. هنوزع بقى كده في الصاج، احاول بقى ان انا اعمل كده، انا بعمل لكم بالاسباتيولا دي موجودة في كل بيت. لو انا عندك بقى سكليبر او السكينة اللي احنا بنوزع بيها الكريمة بتبقى سهلة جدا برضو في التوزيع. خبطة بسيطة كده ومش قوي علشان ما تطلعيش الهواء كله اللي في قلب الاسبونج بتاعك. ونروح بقى مشغلين الفرن دلوقتي، انا مشغله الفرن على درجة حرارة 200، مش درجة حرارة قليلة، لا درجة حرارة 200، مشغله الفرن بقاله دلوقتي 10 دقايق. بعد ما اساوي الصاج بتاعي واسويه كده زي ما حضراتكم شايفين، هبتدي اخده بقى وادخله معايا الفرن. الشبكة هتحطيها في الوسط، مش في الرف اللي تحت التسوية على طول بتاع الارضية بتاع الفرن، لا، هتسيبي اول رف و... وتاني، اول رف يبقى تحت خالص القاعدة بتاع الفرن، وتاني رف وهو هتبقى في تالت رف، يعني هيبقى في الوسط بالظبط. تحطي الشبكة بتاعك وتدخلي الصاج، بيقعد معاكي قد ايه يا نجلاء؟ من 6 دقايق ل7 دقايق، اوعي تسيبيه اكتر من كده. بعد 5 دقايق بالظبط هتبتدي تفتحي الفرن فتحة صغيرة، فتحة صغيرة كده، وتحطي الخلة في النص، لقيتها طلعت نظيفة، يبقى خلاص دقيقة كمان وتطلعيه، يبقى خد معاكي 6 دقايق. تمام. تمام. وبعد ما الفرن بيشتغل على درجة حرارة 200، وانا بدخل السويس رول بهدي النار عليه سنة. تمام. هدي النار سنة، خليه على درجة حرارة 180، هيقعد معاكي من 6 دقايق ل7 دقايق، مش اكتر من كده. اوعي تقولي اسيبه شوية هينشف معاكي في الفرن. رحت بقى عملت الكريمة بتاعتي، والكريمة بتاعتي عبارة عن ايه؟ معلقتين 2 من السكر، عملناها كتير مع بعض، كوباية كريم شانتيه عليها كوباية ونص من المية متلجة او لبن متلج، وحطيت معلقتين 2 كريم باستري. الكمية دي كبيرة للسويس رول يا نجلاء؟ لا، هي كوباية حلوة للسويس رول، لانه هيتحشى جوه وبره. معلقتين كريم باستري، بس انا عملتها فاض مني ايه شوية. ما شاء الله الصاج لسه طالع من الفرن، ولو ايده مروحة ولا حاجة اطفيها، احنا مش عايزين يجي تطلعيه من السخن يقوم جاي داخل على المروحه يقوم هبطان في ساعتها. تمام. تاخديه تطلعيه على فرن على البوتاجاز من فوق كده علشان ما يهبطش معاك. وهو سخن ببتدي احط الورقه زي ما حضراتكم شايفين كده، هو لسه سخن مولع، وببتدي اطلع بقى الصاج كده، وهشيل الورق بتاع ده، ورق الكراسات اهو، حلو، ولا قال لا ولا ما نفعش ولا اي كلام من ده. اي حاجه عندك ابتدي اشتغلي بيها. كمان احنا عايزين نعمل حاجه اقتصاديه وموفره، ونفرح ولادنا في البيت، وفي نفس الوقت لو نصوم في اي حاجه نعملها لهم. الوقت ده وقت امتحانات، بنحب نروق عليهم بقى حته جاتوه، حاجه حلوه، شويه معجنات كده جنب شويه، جنب كوبايه حليب محلاها بعسل، عصير كده، تعملي عصير موز على تمرايه على شويه زبيب كده وتضربيهم مع بعض. الحاجات دي كلها حلوه قوي للولاد. هبتدي بقى اغطيها بقى، طبعا هي سخنه لسه، فانا قلت ايه تطلع العرق بتاعها، يعني سبتها مفيش دقيقتين 3 كده. ابتديت بقى ان انا اشلت بقى القماشه بتاعتي، وجيت ادور على كيسه كمان زي دي كده ما لقيتش. فبعدين قلت ايه انا هلفه بقى، هو كده خلاص عايز يتلف. حطيت الكيس زي ما حضراتكم شايفين، وجبت كمان ورقه من ورق الكراسات، كملت بيها بقيس الكيس. الكيس ده كان من الاكياس بتاعه التلاجة، وعندي الاسترتش الغذائي اللي حضراتكم كنتوا شايفين كده. حطيت الورقه اهو، وهبتدي بقى ألف. أنا حيرانة بقى ألف من اليمادي اللي أسهل لي ولا من اليمادي، لأ، لقيت اليمادي اللي أسهل. بصي أهو اتلف أهو بكل سهولة. طبعا بقى ولا شلنا قشرة ولا قلنا بياض طلعت الزفرة بتاع البيض ولا حاجة، وزي ما انت شايفاه طري خالص أهو. جبت الاسترتش كده وقطعت منه حتة، وقمت جاية برماه عليه. بصي أهو قفلت. بنحط الاسترتش ده ليه؟ عشان يحافظ على الطراوة بتاعة السويسرول معاكي، وفي نفس الوقت ياخد على اللفة. طب احنا بنلفه ليه؟ طب ما احنا نحط الكريمة ونلفه على طول، هيكسر قوي. يعني هو حتى لو يتكسر حاجة بسيطة في الوقت ده هيتكسر قوي منك. ليه؟ لانه طبعا ما بياخدش، بياخد وضع ان هو يبقى مفرود، وما تيجي تلفيه بياخد وضع اللف. حطيته بقى كده برد، حطيته بتاع ساعتين كده برد معايا اهو. وابتدي ان انا افك بقى ايه بالراحة بقى، عامليه بالراحة كده، حتى لو اتكسر منك شوية مفيش ادنى مشكلة اهو. كسر مني برضو حاجة بسيطة كده، الولاد خبطوه، بس هو ما شاء الله طري وحلو جدا وطعمه جميل. ابتديت بقى ان انا رحت بقى كده جبت الكريمه بتاعتي وشلت الحتت اللي اتكسرت سويتها اهو. مفيش حاجه، لو اتكسر مش مشكله، حتى لو الجاتو بتاعك اتكسر الكريمه بتداري ده كله، مش بيبان اي حاجه. هبتدي ان انا جبت بقى السكينه بتاعتي كده، اللي انا بشتغل بيها، اللي هي بتاعت فرد الجاتو،
والترط اللي هي بتبقى سكينة كده فيها عوجة شوية كده، مش عارفة لها اسم تاني بس انا ناسياه. وجبت شوية من الكريم. عايزة بقى تكتري الكريمة في الحشوة براحتك، عايزة تحطي على الاقل يعني حاجة بسيطة براحتك. انا حبيت اكتر الكريمة شوية، طبعا طعمها حلو قوي وغنية كده، الكريم البستري مخلي طعمها جميل قوي. كمان بقى وانا بضربها حطيت لها كده شوية لبن ونزل منها حتة كده من وش اللبن القشطة كده، ودتها في حتة تانية خالص، بتحس ان هي غنية وطعمها لذيذ كده. وحطيت كمان ظرف من الفانيليا. كل دي اضافات بقى انت بتحلي الحاجة بتاعتك. نزلت بقى بقية الكريمة كلها والشوية دول. رحت بقى كده ان انا كنت سايبة شوية كريمة كمان عشان اغلف بيهم الوش من بره. ساوي بقى على قد ما تقدري في المرحلة دي. تقدري تحطي شوية مكسرات، شوية كريسبي شوكولاتة، تقدري تحطي شوية بسكوت اوريو مكسرين في الوسط، موزة مقطعة، فراولاية، شوية فراولة متقطعين، اي فاكهة عندك انت حابة. وابتدي الف بقى. بصي بقى، مش عايزة اقولك والله جميلة جدا. ومن ما فيش كلف ايه علينا، اقل من كوبايه من الكريمه، لان فاض معايا كريمه وبيضتين وكوبايه الا ربع دقيق. انت لو حسبتيها هيطلع معايا 8 حتت جاتوه. اقل قطعه جاتوه دلوقتي ب 17 20 جنيه. 20 في 8 ب 160 جنيه. احسبي بقى دي اتكلفت معاكي قد ايه، هنيجي نحسبها مش هنلاقيها اتكلفت معانا 50 جنيه على بعض. والله حلوة جدا يا جماعة. لفيت بقى كده السويس رول زي ما انتم شايفينه، طبعا الكريمة طرية وهو طري في ايديا، فبشتغل بحرص كده. قفلته كويس قوي، وبعد كده جبت كيس نايلون كبير، ده في استريتش اهو. جبت كيس نايلون بقى ده كبير كده بغطي بالعجين، وقمت جايه برماه، خايفة عليه بقى لان هحطه في الفريزر عشان ما يتبلش ولا اي حاجة. قمت جايه بقى ملماه كده لماه، وجبت فوطة كمان وقمت جايه ايه برماه. المهم ان انا عمالة اتك عليه على قد ما اقدر. تكي عليه وجمديه عشان هو هياخد الوضع اللي انتي هتعملي فيه. حطيته في الفريزر، خد معايا في الفريزر قد ايه، خد معايا بتاع ساعة، ملحقش ان هو يجمد يعني، لان انا كنت مستعجلة وعايزة اطلع على طول. فطلعته بقى من الفريزر كده، وبفكه بقى زي ما حضراتكم شايفين برضو، بفك بالراحة كده علشان ايه، الورقة طبعا كانت اتبلت شوية، اللي هي بدلة ورقة الزبدة دي اهي، كانت اتبلت شوية طبعا من الكريمة وكده. هبتدي ان انا افكها بالراحة، اشتغلي بالراحة كده وعلى قدك. ما تقوليش بقى ده انا لا ده سريع، لا ده انا بسرع لكم المقطع بتاع الفيديو عشان ما تزهقوش. رحت بقى جبت الكريمه بتاعتي، وطبعا شكله غني عن التعريف، ولا باين ان هو في حتت متكسره من جوه ولا اي حاجه. الكريمه اما بتيجي تغلفي بيها او تعملي بيها روزيتات، ما تكترلهاش الميه او تكترلهاش الحليب، خليها ايه متماسكه وجامده شويه زي اللي انا بعملها على الوش دي. انما لو في حشوه، او لو هتحطيها مثلا على وش اشطوطه، هتحطيها على وش اي حاجه وبعد كده تزيني، لو خفيفه شويه مش مشكله. يعني ممكن لو نحطها على وش كنافه، هنعمل بيها روزتات خفيفه كده في اي حشوه، تبقى خفيفه مش مشكله. انما اللي بتيجي تغلفي بيها الجاتو او بتيجي تغلفي بيها السويس رول او التورت، بتبقى متماسكه شويه عشان تطلع معاكي كويس. بصي بقى المرحله دي تقدري تشتغلي فيها بقى بمسطره اللي هي بتتني وتتفرد البلاستيك، او تجيبي قطعه بلاستيك رقيقه كده من دوسيه من دوسات الاولاد، اللي هو بيبقى ناشفه شويه، البلاستيكيه اللي هي بتبقى ناشفه وبتتني وتتفرد دي اهي زي دي كده. دي بغطا مذكره من بتاع الولاد، خدت منه قطعه اهو، وبوريكم ان انا اقدر ان انا اعمل بيه. بعد ما سويت كده زي ما حضرتك شايفه، وخلت طبقه الكريمه اللي على الوش حلوه محترمه كده، تبقاش خفيفه قوي، عشان لما نيجي نعملها بالسكليبر او بالمشط، اي مشط بقى عندك يكون جديد ما تكونيش مستعملاه، او شوكه، تقدري تعملي بيها الزجزجه اللي انا ايه عملتها دي. شكل حلو وشكل بسيط ومن ما فيش. كان عندي بقى هنا شوية من النوتيلا، كنت حطاهم في كيس حلواني وركناه كده عندي في التلاجة. قلت بقى اما اروح شوفوا بقى قطعة الهرسة دي طلعت كبيرة شوية. ما تيجي تسوي الجاتو بتاعك، طلعي حته قطعه صغيره من الحرفده وقطعه صغيره من الحرفده، ونبتدي نقطع الجاتو بتاعنا. السكينه طبعا لو الجاتو محطوط في الفريزر او السوسرول محطوط في الفريزر هيبقى سهل قوي بالنسبه لك، وفي نفس الوقت هيطلع التقطيع مظبوط. جبت بقى كده فوطه من فوط المطبخ وبلتها ميه سخنه، وببتدي امسح بيها السكينه مع كل قطعيه. بتبصي تلاقي السكينه طالعه ايه نظيفه، بمسحها وارجع انزلها واسحبها مره واحده، مش بقعد انشر زي المنشار، لا، بنزل بيها خبطة واحدة واقوم سحبها لبره. تمام، عشان السويسرول ما يكسرش ولا يجرى له حاجة. كمان انا ما حطيتهوش كتير عندي إيه في الفريزر. شايفة اللفة ما شاء الله باين ازاي، وشايفة السمك بتاع السويسرول حلو جدا. دي بقى بعد ما حطيتها جبت بقى شوية من النوتيلا اهو. طبعا المفروض انا كنت سيحتها شوية بس كانت لسه طالعة من التلاجة،
كنا حطينا لها شوية زيت وسيحناها، كانت ضعفت الكمية شوية. انا حطيتها كده على طول، وابتدي ان انا جبت بقى شوية كريمة وحطيتهم في كيس من اكياس الحلواني، واعمل بقى كام روزيتا على الوش كده. عندك بقى كريسبي، عندك مثلا بسكوت اوريو كده تاخدي منه انصاف، عندك بسكوت لو، اي حاجة بقى اللي موجود عندك، اي حاجة تقدري تحطيها، او شوية شوكولاتة مبشورين تحطيهم على الوش. هبتدي احط بقى كده، ممكن نحط شوكولاتة مبشورة ونحطها على الجناب. دي كريسبي بقى، بس كريسبي صغنن كان عندي كده، طلعته كان عندي في التلاجة بقاله مسافة، فطلعته قلت ايه اشتغل بيه. وده كده التزيين النهائي، حاجة كده ما شاء الله بسيطة ولذيذة. وهو يطلع 9 قطع، بس انا كنت عاملاهم 8 قطع كبار وغير الكسر اللي طلع منه. فيعني لو عاملة قطعة الجاتو صغيرة شوية عن كده تطلع معاكي 10 قطع. عندي ورق بقى من الورق بتاع الكب كيك كده، تبتدي ان انت تحطي كل قطعة فيه اكنه جاي جاهز من بره. شايفة بقى؟ بسم الله ما شاء الله، والله حلو جدا يا جماعة. جربوه وما تقولوش لا ده صعب، لا مش كويس. طبعا الكيكة انا عملتها ما خدتش في ايديا ربع ساعة، عمايل وتسوية ربع ساعة. كمان المراحل دي ما خدتش في ايديا حاجة، ان انا اغلفه وعينه في التلاجة شوية. كده كده بنبقى قاعدين لو بنعمل اي شغلة تانية نقدر نحضره من بالليل وتاني يوم تغلفيه عادي. حاجة بسيطة وسهلة، وتقدري تعملي منها مشروع من البيت، تقدري تهادي بيها حد لو رايحة لأي حد ومثلا، والهدية اللي هتروحي بيها تبقى مكلفة تقدري تعملي. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم، وكون ضيفة خفيفة عليكم وخففت عنكم شيء تقدروا تعملوه في البيت. دمتم بخير وعلى خير، في حفظ الله وأمانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لو وصلتوا معايا لغاية دلوقتي لايك وشير للقناة، لو ما اشتركتيش في القناة نوريني بالاشتراك. في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.